زيزو، بن شرقي، امام عاشور، تريزيجيه، محمد علي بن رمضان، وسام ابو علي، جراديشار، محمد مجدي قفشه، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات. كل اللعيبه دي هتخلينا نسال سؤال مهم جدا، وهو سؤال حلقتنا النهارده: هو الاهلي فريق جامد ولا اسامي على الفاضي؟ فبعد اذنك قبل ما ابتدي معاك في الحلقه النهارده، عايزين نوصل ل 2000 سبسكرايب. تعمل لي سبسكرايب رايق، لايك خفيف، فعل لي زر الجرس وتجيلي تاني، علشان انا عندي شويه كلام جوايا عايز اقوله. بعد اذنك تعمل لي الحاجات دي ويلا بينا نبتدي. الاهلي زي ما قلت لك قبل كاس العالم الجماهير كلها فضلت تقول عايزين لعيبه جامده، عايزين لعيبه عشان احنا داخلين على كاس العالم، عايزين لعيبه عشان احنا داخلين على منافسات قويه، فعايزين لعيبه. والاهلي اصلا بقاله اكتر من 6 سنين محقق 4 دوري ابطال، منهم 5 فاينل. وصلت ال5 فاينل، خدت 4. محقق الدوري 5 مرات او 6 مرات، محقق كاس مصر 3 مرات او مرتين. الجيل ده واللعيبه اللي هي قبل ما تدخل التدعيمات، الاهلي كان بيمتلك لعيبه بالفعل جايبه لك كل شيء. فده خلى نوع من انواع سقف الطموح عالي عند الجمهور. الجمهور دايما لما بيلاقيك بتاخد افريقيا او بتكسب بطوله، هو سقف طموحه عالي لدرجه اللي هو مثلا انت كسبت البطوله دي السنه دي دخل مرماك 10 اجوان مثلا، البطوله اللي بعديها هو عايزك تاخد البطوله ويدخل مرماك 8 اجوان. مثلا البطوله دي انت كسبت 12 ماتش من 13 ماتش، البطوله اللي بعديها سقف الطموح بيعلى، الجمهور بيبقى عايزك تكسب الماتشات كلها. ولو في بطوله مثلا انت خدتها وكسبت الماتشات كلها، البطوله اللي بعدها انت خدتها بس مثلا خسرت ماتشين، هتلاقي الجمهور بيشتمك، هتلاقي الجمهور بينتقدك كأنك خسرت البطوله. لان الاهلي سقف طموح الاهلي، هو الاهلي ودى الجمهور في الحته دي. جمهور الاهلي دايما بقى عنده الرؤيه دي. انا مش بقبل المكسب، مش بس انا مش بقبل، انا بقبل، انا عايز مكسب باحسن شكل. انا مش عايز مكسب بس، يعني انت ممكن تكسب لي افريقيا وتاخد لي دوري بس انا مش مبسوط. فده اللي خلى سقف الطموح يعلى، والاهلي داخل على كاس العالم للانديه، بطوله جديده بشكل جديد. فجمهور الاهلي بقى بيتكلم في حته اللي احنا عايزين نجيب لعيبه عالميه، عايزين نجيب لعيبه اقوياء علشان نخش البطوله دي نقدر نكسب ريال ونكسب باريس ونكسب الفرق القويه دي. فخلاص سقف الطموح زي ما قلت لك بقى اعلى من اللي احنا ناخد افريقيا، بقى اعلى من اللي احنا ناخد دوري، لان خلاص الجيل الحالي هو خلاص عود الجماهير على ده. فالاهلي فاداره الاهلي دخلت في مرحله بالنسبه لي، هي خدت قرار وعملت حاجه، هي حاجه خطيره جدا وفيها ريسك كبير جدا. اداره الاهلي بتمحي جيل محقق نتائج ومكاسب، وجيل قدر يعمل فريق وتيم قوي. خد بالك من الكلمه دي كويس جدا، جيل قدر يعمل فريق قوي وتيم قوي. اداره الاهلي بدات واحده واحده بتنهي الجيل ده، وبتبتدي بجيل جديد بشكل جديد بدم جديد بلعيبه جديده مختلفه نهائي. الجيل القديم هو جيل حسين الشحات، هو جيل قفشه، هو جيل محمد شريف، هو جيل علي معلول، هو جيل عمرو السوليه. الجيل ده هو جيل طبعا محمد عبد المنعم قبل ما يمشي. الجيل ده قدر يحقق لك البطولات دي وقدر يحقق لك كل حاجه. فاداره الاهلي زي ما قلت لك راحت لضغط الجماهير، او مش راحت لضغط الجماهير، خلاص سقف طموح الاداره نفسه عالي. فخلاص بدانا بقى نجيب تريزيجيه، بدانا نجيب اشرف داري، بدانا نجيب يحيى عطيه الله، بدانا نجيب امام عاشور. داخل من بدري شويه بس انا هدخله في الحسبه دي لان هو ما كانش موجود في حسبه ال3 دوري ابطال ورا بعض، فانا هدخله في حسبه الجيل الجديد. امام عاشور، زيزو، بن شرقي، فدخلت جيل جديد. وواحده واحده الجيل القديم بيتلغي. يعني مع دخول امام عاشور قفشه انتهى، مع دخول مثلا بن شرقي حسين الشحات الكيرف بدا ينزل، مع دخول زيزو طاهر هيبدا ينزل. فواحد يجي يقول لي طب ما هو ده شيء جميل وده الصح اساسا، ان انت بتعلي في كواليتي اللعيبه. انا كان عندي طاهر جبت زيزو، كان عندي حسين الشحات جبت تريزيجيه، كان عندي قفشه جبت امام، كان عندي عبد القادر جبت بن شرقي.
فانا عليت بالكواليتي وعليت بمستوى اللعيبه، فده شيء مميز. هقول لك هو شيء مميز، انا مش مختلف معاك ان فرق الكواليتي فعلا في صالح الجيل الجديد، ما عنديش اي مشكله. بس في حاجه مهمه جدا. الجيل القديم قدر يعمل فرقه وقدر يعمل تيم، زي ما قلت لك. لو تفتكر قلت لك الجيل القديم عمل فرقه. هل الجيل الجديد ده اللي باللعيبه القويه دي وبالاسامي الكبيره دي هيقدر يعمل فرقه؟ طب هو يعني ايه فرقه؟ انا مش فاهم يعني ايه فريق قوي واسامي كتير. في فرق ما بينهم؟ طبعا في فرق ما بينهم، طبعا في فرق ما بينهم. اللي انت يبقى عندك فريق قوي حاجه، واللي انت عندك لعيبه جامده حاجه تانية خالص. باريس سان جيرمان كان عندها ميسي ونيمار ومبابي، ثلاثي خط الهجوم. اللعيبه دي الثلاثي ده فشل اللي هو ياخد دوري الابطال. باريس خدت دوري الابطال بعديها بسنتين بديمبلي وكافارا ودوي، 3 لعيبه محدش كان يتوقع ابدا اللي هم يحققوا دوري الابطال. ومش بس خدوا دوري الابطال، خدوا دوري الابطال باحسن اداء وبافضل نتائج، وكسبوا فرق اوروبا كلها. فانت لو جيت مثلا كلمتك قبل ما تجربه ميسي تتم وقبل تجربه ديمبلي، ولو جيت قلت لك ميسي ومبابي ونيمار مش هيحققوا بطوله، واللي هيحقق البطوله دي ديمبلي وكافارا ودوي. دوي عنده 19 سنه، كافارا لسه لعيب لسه طالع، ديمبلي من 3 4 سنين كانت تقول عليه ما بيعرفش يلعب كوره. لو جيت قلت لك الكلام ده انت كنت ممكن تحدفني باي حاجه في دماغي، هتقول لي مستحيل انت مجنون، يعني ميسي ومبابي ونيمار هيفشلوا لما ودول هيجي ياخد البطوله؟ هقول لك ده اللي حصل بالفعل، لان ديمبلي وكافارا ودوي قدروا يعملوا جيل باريس الحالي. بره عن الثلاثي ده، جيل باريس الحالي قدر يعمل فرقه قويه، وجيل ميسي كان عامل اسامي قويه. الفرق ما بينهم ان الفريق القوي هو الفريق اللي قدر يوصل لمرحله انسجام قويه جدا، الفريق اللي قدر المدرب بتاعه يوصل لطريقه وافضل تشكيله ممكنه، الفريق اللي بيمتلك لعيبه عندها الروح وعندها الحماس وعندها الطموح اللي هي تحقق شيء. ده اللي كان متوفر في باريس حاليا، وما كانش متوفر في باريس ايام ميسي ونيمار ومبابي. ايام ميسي ونيمار ومبابي، ميسي لسه جالك من برشلونه، فهو ما عندوش الحماس والقدره اللي هو يقدم لك شيء. انا يعتبر مسيرتي كلها، راجل حياته كلها عاشها في برشلونه، فهو جاي في باريس الطموح والشغف اقل بنسبه 70 80%. امبابي طول الوقت بيفكر ازاي هيمشي من باريس، لان هو مش شايف اللي هو مستواه كواليتي اكبر من الدوري الفرنسي، وعايز يروح ريال مدريد من ساعه ما بدا يلعب كوره. عندك نيمار لعيب طول عمره بيلعب للمتعه، كسبت خسرت انا كده كده مش فارق لي، انا اعلى عقد في الفريق، انا كده كده باخد الفلوس بتاعتي بروح اعمل بيها، بخرج وبعمل حفلات، فمش فارق لي. فانت عندك اسامي قويه بس ما بتمتلكش فريق قوي زي ما قلت لك. فده هياخدنا للاهلي، نرجع تاني للاهلي. فالاهلي حسين الشحات وقفشه وطاهر ومحمد شريف وعمرو السوليه علي معلول، الجيل ده كان فريق قوي، كان فريق فيه انسجام، وفريق مقفول على نفسه، وفريق قادر فعلا اللي هم عندهم الشغف والطموح اللي هم يحققوا نتيجه. انت دلوقتي جبت لي زيزو من الزمالك، جبت لي بن شرقي يعتبر من الزمالك، رجعت لي تريزيجيه تاني، جبت لي امام عاشور من الزمالك، فعملت لي التركيبه دي. هل التركيبه دي قادره اللي هي تبقى فريق قوي، ولا هتبقى اسامي بس، والاسامي دي هتوقع الاهلي والاهلي هياخد كيرف لتحت؟ والتجربه دي حصلت قبل كده في ريال مدريد. هتيجي تقول لي باريس فريق مش بحجم الاهلي فطبيعي ما ياخدش بطولات، الاهلي فريق كبير، فاي حد هيجي في الاهلي هيأدي، واي حد هيخش الاهلي منظومه الاهلي بتنجح اي حد. انا برضو مش مختلف معاك وده صح 100%، بس برضو التجربه دي حصلت في ريال مدريد زي ما قلت لك، حصلت في ريال مدريد وبرضو باتت بالفشل في جيل ريال مدريد التاريخي، لما جابوا بيكهام وزدان واكتر من كل لعيبه العالم كلها كانت موجوده في الريال في جيل ال2000، وكان جيل ما حققش اي نتيجه. فانا مش بحكم على جيل الاهلي الحالي بالفشل، انا بقول لك الاهلي غير جيل وجاب جيل بعقليه وفكر مختلف. فالعقليه والفكر المختلف دي، وانا بكلمك دلوقتي حاليا الاهلي مش فريق قوي، الاهلي مش فريق جامد، وانت بتتفرج على الاهلي مش عمرك ما هتوصل للاهلي مع انك هتقول ازاي ده انا عندي زيزو وعندي تريزيجيه وعندي بن رمضان وعندي امام وعندي بن شرقي واجمد لعيبه.
بس انت ما وصلتش لغايه دلوقتي الفريق قوي، ما وصلتش ان المدرب يكون عارف امكانيات اللعيبه، ما وصلتش ان المدرب هو المسيطر وهو اللي عنده الرؤيه اللي هو يوجه اللعيبه دي. لسه ما وصلتش لحاله ان اللعيبه راضيه مين اللي يلعب ومين اللي ما يلعبش. لسه ما وصلتش لمرحله اللعيب يبقى قاعد على الدكه وهو راضي ومش قالب وشه. لسه ما وصلتش لمرحله اللعيبه عندها طموح وعندها شغف تحقق شيء في الاهلي بعد الاشياء الكتير اللي حققوها قبل ما يجوا لك، لان اللعيبه دي كلها حققت ارقام ونتائج وتاريخ قبل ما يجوا الاهلي. فدي كلها اسئله ودي كلها اقتراحات. انا اخشى على الاهلي اللي هو يقع فيها، اخشى على الاهلي اللي هو يقع في فخ ان انا عندي لعيبه جامده ولاعيبه عالميه بس ما عنديش فريق قوي يقدر يكسب لي البطولات، ويقدر يبقى عندي الهدوء اللي الجيل القديم اللي انت شايفه ككواليتي اقل قدر يحققه. فده سؤال انا مش هعرف اجاوبك عليه دلوقتي، بس انا قلت لك المعطيات اللي بسببها ممكن تنجح وممكن تفشل. فالسؤال ده ممكن اجاوبك عليه في نهايه الموسم، لما نشوف المدرب قدر يوصل للتشكيله المثاليه للاهلي، لما نشوف الاهلي واللعيبه دي قدرت تخش فعلا زي ما قلت لك على مدار الحلقه، اللعيبه دي بقى عندها الطموح والقدره اللي هي تقدم شيء. ده انا مش هقدر اجاوبه لك دلوقتي، فده وارد وده وارد. فالفكره اللي انا عايز اقولها لك ان مش شرط ان انت ما دام عملت ابجريد في اللعيبه وجبت لعيبه وجبت كواليتي اعلى من الجيل اللي كان قبل كده، فان الجيل ده يحقق نتائج اجمد من الجيل اللي كان اقل كواليتي. مش شرط خالص، ممكن يكون الجيل اللي كان اقل كواليتي يحقق نتائج وتاريخ اكتر من الجيل اللي اعلى منه في الكواليتي. فبس كده، دي كانت حلقه النهارده، وكان حاجه سريعه كده عن هل الاهلي فريق قوي ولا اسامي على الفاضي. استنى رايك في الكومنتات وتقول لي الجيل الحالي للاهلي قادر فعلا اللي هو يغطي نتائج الجيل القديم، ولا هيقع في فخ اسامي الكبيره والاسامي الكبيره اللي على الفاضي. وبس كده، دي كانت حلقه النهارده. استاذنك لو انت لسه مكمل معايا لغايه دلوقتي تعمل لي لايك رايق وسبسكرايب خفيف وتفعل لي زر الجرس، وشكرا لوقتك.